تفجرت امس مساء ازمه كبيره جدا في كاس السوبر، وشكلنا كده مش هنخلص من كاس السوبر. والله كاس السوبر امبارح الافريقي طلع كلام ان فيه احد الذين اخذت منهم عينه منشطات، العينه بتاعته طلعت ايجابيه. يا نهار ابيض، 6 لعيبه من الزمالك و6 لعيبه من الاهلي اتاخدت منهم عينه منشطات قبل المباراه في الفندق وبعد المباراه في الملعب. الدنيا اتقلبت من امبارح ومقلوبه في كل مكان، في السوشيال ميديا وفي المواقع وفي كل حته. كاس السوبر الافريقي، الحق امسك كاس السوبر الافريقي، شكله كده اللقب هيخلع من الزمالك. ليه؟ لان الكلام كله راح لمحمود بن تايك الظهير الايسر الزملكاوي. كل الكلام راح ان هو اتخبط في المنشطات وان عينته ايجابيه. اتسأل المسؤولين في نادي الزمالك على الموضوع ده، قالوا وجاوبوا زي ما احنا شايفين اهو: الزمالك عن منشطات السوبر الافريقي لم يصلنا اختارات رسميه او شفويه. كل الكلام رايح ناحيه الزمالك، مع ان اللي اتاخد منه عينات 12 واحد، بس الكلام كله على محمود بن تايك الظهير الايسر لنادي الزمالك. محدش قدر ياكد المعلومه 100%. لما اتكلم الاتحاد الافريقي لا يقول لك ولا يقول لك لا. حتى منظمه المنشطات اللي هنا لما سالنا قال لك احنا مالناش علاقه بهذا الموضوع ولا يتبعنا ولا بنتبلغ بيه. اتحاد الكره كلمناه قال لك حتى الان بنسمع زينا زيكم، لكن لو وصلنا حاجه ولا اتبلغنا بحاجه. طيب محمود بن تايك اللاعب الزملكاوي هو نفسه عمل على الانستجرام، الوكلاء بتوعه كتبوا كلام خاص بهذا الامر، نفوا تماما القصه دي، وقال لك مش بس نفوا، قال لك ايه ده احنا هنقاضي اي حد يتكلم في هذا الموضوع. اهو بيان وكيل اعمال محمود بن تايك: نحن وكلاء اعمال اللاعب محمود بن تايك نعرب عن استنكارنا الشديد للحمله المضلله التي تشنها بعض وسائل الاعلام والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي والمبنيه على اشاعات واخبار كاذبه منذ انضمام اللاعب الى نادي الزمالك. باسم اللاعب نكذب هذه الادعاءات، خصوصا الاشاعه الاخيره المتعلقه بايجابيه عينه المنشطات، ونعتبر نشر مثل هذه الاخبار الكاذبه تشهيرا واضحا واعتداء غير مقبول على سمعه اللاعب قدم الكثير لكره القدم. هذه الشائعات لا تعكس فقط غياب الاحترام للحقائق، بل تكشف عن عدم مسؤوليه مهنيه في بعض وسائل الاعلام. اي ادعاءات تتعلق بالتحليلات الطبيه يجب ان يستند الى ادله موثوقه، وهو ما تفتقر اليه هذه المزاعم. نؤكد بصفتنا ممثلين رسميين للاعب محمود بن تايك اننا لن نتجاهل هذه الهجمات، وسنتخذ اجراءات قانونيه صارمه ضد كل من يساهم في نشر هذه الشائعات او التشهير باللاعب دون ادله ملموسه. نحن ملتزمون بحمايه حقوق اللاعب والدفاع عن سمعته بكل الوسائل القانونيه المتاحه. ده كلام محمود او وكيل او وكلاء محمود بن تايك عن هذه الازمه. كمان كابتن احمد سليمان طلع نفى القصه دي بقوه، مش نفى، قال ما وصلناش حاجه، وقال ان الكلام ده ليه تاثير كبير علينا، لكن ما وصلناش اي حاجه في هذا الشان حتى الان. هل يعني خلينا نروح للموضوع لاخره. دايما بيقول لك في المثل مفيش دخان من غير نار. خلينا نشوف، هنعتبر ان الموضوع ده سليم. اللي يهمه الجمهور ان محمود بن تايك يبقى خد منشطات ولا لا او غيره، سواء زمالك او اهلي، عشان نكون برضو بنتكلم يعني بما ان مفيش خبر رسمي. هو كل ده بيتقال بن تايك بس مفيش حاجه رسمي. بس سواء اهلي او زمالك او زمالك او اهلي، هل سيكون هناك تاثير في نتيجه المباراه والكاس اللي احرزه الزمالك السوبر الافريقي ان ثبت ان لاعب في الزمالك عينته ايجابيه او اخذ منشطات ولا لا؟ على اعتبار ان الاهلي ان ثبت حاجه وكده كده خسر اللقب يعني. لكن هل اذا ثبت
ان بنتايج فعلا واخد منشطات وعينته ايجابيه، هل يسحب اللقب من نادي الزمالك؟ خلينا اروح للسيد عامر العمايره، وجهزوا لي حد كمان يا جماعه من الساده المحامين نتكلم على القصه دي بعد الاستاذ او المهندس عامر العمايره عن القصه دي. هل يسحب اللقب من نادي الزمالك في حاله ثبوت فعلا تعاطي احد لاعبي المنشطات سواء بنتايج او غيره؟ لكن هل اذا ثبت ان بنتايج فعلا واخد منشطات وعينته ايجابيه، هل يسحب اللقب من نادي الزمالك؟ خلينا اروح للسيد عامر العمايره، وجهزوا لي حد كمان يا جماعه من الساده المحامين نتكلم على القصه دي بعد الاستاذ او المهندس عامر العمايره عن القصه دي. هل يسحب اللقب من نادي الزمالك في حاله ثبوت فعلا تعاطي احد لاعبي المنشطات سواء بنتايج او غيره؟ باشمهندس عامر مساء الخير. مساء الخير، ازيك عامل ايه يا استاذ محمد؟ كله تمام الحمد لله. اكيد تابعت زينا النهارده طول اليوم القصه بتاعت المنشطات وكل يعني الامور بتشير لبنتايج، وان كان نفى وكلاءه على السوشيال ميديا. خلينا نقول بشكل عام، ان ثبت حصول لاعب في الزمالك على او عينته ايجابيه في تعاطي المنشطات في التحليلات اللي اتعملت، يعني هل دي له علاقه بسحب اللقب من عدمه؟ طيب امتى المنشطات تسحب لقب من فريق؟ لما يكون اللي عينته ايجابيه 3 لاعبين على الاقل. ده اللي ممكن الفريق يخسر المباراه بسببها 3. طب لاعب واحد بتبقى عقوبه فرديه على اللاعب. يعني مثلا عندك، هجيب لك مثالين من الدوري المصري. تمام. الموسم الماضي في لاعب في البنك الاهلي اسمه محمد هلال اتوقف بسبب المنشطات، وكان لعب كذا مباراه في المنافسه على الدوري ما اثرتش ولا نتيجه. تمام. هو اللي خد العقوبه. الموسم اللي قبله عندك كريم بامبو برضه في البنك الاهلي واتوقف وما اثرتش على المباراه اللي شارك فيها، وكان يعني عقوبه المنشطات شخصيه اذا ما كانتش 3 لعيبه. يعني انت امتى بتبقى حاله جماعيه والفريق يخسر؟ يعني لو لاعب او اتنين بيعتبروا دي اخطاء شخصيه فرديه. بس لو عملت انا في ماتش عينه وطلع لي 2 لعيبه، هتلاقي على طول الوكاله او المنظمه المصريه هتعمل لباقي اللعيبه بعد المباراه حاجه عشوائيه. لو انا عملت عينتين وطلعت ايجابي ممكن يتعمل لهم عينات لباقي اللعيبه لو شاكك في حد. بس هم في السوبر الافريقي عاملين لي 6. لا، ما بص، في 4 خارج المنافسه اللي هو قبل الماتش. فعقوبات قبل خارج المنافسه دي برضه هتبقى فرديه على اللاعب. تمام. يعني لو انا واخد 4 قبل الماتش مثلا وال4 طلع ايجابيه، وحد فيهم شارك في المباراه؟ لا يعني ما انا فاهم. لا، انا خدت لعيبه وجم شاركوا، لما عينته هتطلع ايجابيه. لو طلع 3 في السكور شيت بتاعي 4 والاثنين بقوا 6، طلع مثلا 3 واخدين منشطات واتاكدت، تمام، حتى لو لعب منهم واحد بس هيبقى ساعتها الفريق يخسر لقب. بس لاعب او 2 من حجم العينات اللي اتاخدت عقوبه شخصيه على اللاعب. وبتبقى حسب، يعني ممكن انا سمعت على حوار اللاعب مثلا بنتايج، ممكن لاعب يكون اخطا مثلا في ايه، خد هو معاه تصريح علاجي في استثناء او اسمه اعفاء التصريح العلاجي ده. كان انا ممكن اقول لك الاسماء اللي اتاخد منها قبل الماتش نشوف شاركوا ولا لا. يعني اقول لك الاسماء قبل المباراه. التحاليل كانت عمرو السوليه وعمر كمال عبد الواحد شارك، يحيى عطية الله شارك، عمر الساعي ما شاركش. يعني عمرو السوليه وعمر الساعي ما شاركوش، ويحيى عطية الله وعمر كمال شاركوا. بعد المباراه طاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير. الزمالك قبل المباراه محمد صبحي ما شاركش، مصطفى الزناري ما شاركش، ناصر ماهر شارك، محمود بنتايج شارك. دول ال4 اللي قبل الماتش. بعد الماتش عبد الله السعيد وكونراد مشلك. طيب دول ال6 وال6. في ناس من ال4 اللي قبل المباراه شاركوا، هنا 2 وهنا 2. تمام. انت بقى لو في الماتش طلع اجمالي العينات 3 هنا يخسر المباراه، لو 2 هتبقى عقوبه اللي هي ايه، شخصيه على الفرد. لا، انا بتكلم في نقطه ثانيه. ممكن لاعب يكون
عينته تطلع ايجابيه وما يتعاقبش ولا نادي يتعاقب، ده امتى؟ في حاجه اسمها اعفاء الاستخدام العلاجي، وده كان كابتن حازم امام الكبير وكابتن محمد بركات. يعني ممكن لاعب يثبت عينته، قصدك تقول ان هو بياخد علاج فيه بس ده بياخد الاول قبل ما الكلام ده بيحصل، لازم يكون هو اوريدي واخد تصريح من بدري. ما هو اسمه اعفاء الاستخدام العلاجي. بس بيبقى الطبيب الفريق بيبقى مبلغ واخد تصريح قبليها ومأمن ورقه، وتبقى مبلغ الكاف. لا انا بتكلم هنا لو حد يعني ممكن ما هو ده لا مش فاهم قصدي، انا بتكلم في نقطه تانية. اللي ممكن حد يتقال في الميديا عينته ايجابيه وكل فعلا عينته ايجابيه، بس هو الكاف عارف والدكتور عارف ان العينه الايجابيه دي بناء على اعفاء. ما فيش واحد من ال 12 دول بينطبق عليه الاعفاء اسمه اعفاء ايه ايجابي؟ لا اعفاء الاستخدام العلاجي. ما فيش يعني واحد من ال 12 دول واخد اعفاء استخدام علاجي. ماشي، انا بقول لك بفرض ساعات ممكن من غير فرض، خلينا بس عشان الناس ما تروحش مننا. انت لا انا قصدي 12 دول انا فاهم قصد حضرتك. لو في واحد واخد اعفاء علاجي وعينته ايجابيه خلاص مش مهم بيعفى. تمام. لانه واخد اعفاء علاجي بحكم المرض بتاعه فيضطر ياخد دواء معين في منشط زي الدرقيه بتاعت البركات. وده ما بيأثرش على الاداء الرياضي ماشي. لكن ال 12 دول ما فيهمش ان واحد ثبت او 2 ثبتوا. حضرتك بتقول العقوبه فرديه، عقوبه رياضيه على الشخص، فرد توقف سنه 2 6 شهور 4 سنين زي ما يكون، النادي ملوش علاقه. ان كانوا حتى 2 مفيش مشكله. 3 مش ده كلامك؟ 3 على الاقل عقوبه هتبقى بيبتدي الفيفا يدرس جماعي. بيبتدي الفيفا يدرس الموضوع ويدي عقوبته للنادي. النادي ساعتها خلاص هتبقى انت دي حاجه حاجه جماعيه مقننه. لكن مفيش في القانون حاجه بتقول لو 3 يسحب اللقب، لازم يتعرض على الفيفا او لا ما انت بص، هنا عمل تحليل المنشطات الاتحاد الافريقي، فهيبلغ ان في 3 لعيبه وهو من نفسه. بس مفيش في القانون حاجه ماده واضحه تقول لو 3 لعيبه. في لوائح الفيفا الحد الادنى لو عشان تسحب اللقب الجماعي في المنشطات. بس برضه بعد ما الاتحاد الدولي او القاري يدرس يعني. ما هو اللي بيطلع ويقول الادانه. ما بص انت اللي بيحلل. انت عايزك تفهمني بس. انا خلاص فاهم ان هو قد يكون العقوبه سحب اللقب لو 3 وما فوق، صح كده؟ تمام. لكن مفيش ماده واضحه تقول في حاله 3 او اكثر يسحب اللقب مباشره. لازم. لا بص، لا هي في ماده بتقول لك في قانون الفيفا للمنشطات والمدونه بتاعت وادا على الاقل 3 اشخاص تعتبر المباراة او جميع المباريات اللي شارك فيها اكتر من 3 دول بتعتبر النتائج بتاعتهم هزيمة ويسحب الالقاب لو في كده. بس ده اللي بيحددها مين؟ تمام. اللي هيكشف على يبقى اذا لو بنتايج ثبت ان عينته ايجابية فرضا، وحتى الان كلام، لكن فرضا الزمالك لقبه لو بنتايج منفردا الزمالك لقبه محمي للزمالك زي ما هو، مفيش فيه مشكلة. مفيش مشكلة. صح كده؟ اللاعب هو الذي يعاقب عقوبة شخصية. تمام. طيب يعني جماهيريا الموضوع مؤمن كبطولة، لكن كلاعب هتبقى المشكلة عنده هو. تمام، لغايه ما يثبت العكس زي حوار رمضان صبحي في عينه هتثبت بقى ادلتك انا ما خدتش. طب انت الناس اللي راحت لبنتايج هل انت عندك معلومه في القصه ولا قريت زينا؟ وهل انا مثلا متوقع الناس قالت بنتايج مفيش انا معلومة؟ ليه اتكلمت معاك في الاستخدام العلاجي؟ عشان في احد الناس اللي امبارح اعلامي اتكلم في الموضوع، جه بعد كده حد شغال معاه في الاعداد قال اصل بنتايج ممكن يكون معاه اعفاء علاجي بس ما قالش عليه والكلام ده. كان الزمالك اعلن لانه الزمالك. ما انا بقول لك يعني اللي اتقال، عشان كده انا اتكلمت معاك في الجزئيه دي. كان الزمالك النهارده قال يا جماعه لو بنتايج في اعفاء علاجي وخلص الموضوع. يعني كان الزمالك قال بس اعفاء علاجي، ما بركات كنا عارفين ان عنده اعفاء علاجي والموضوع بيمشي عادي، ما كناش يعني صح ولا ايه؟ يعني كان الزمالك اعلن. لكن خلينا نقول ان توقعات الناس رايحه لان بنتايج تألق. يمكن بالحقيقه في الماتش ده بنتايج كان افضل لعيب في الملعب يعني، فربما من في هذا المنظور الناس راحت للسكه دي. طيب تمام باشمهندس عامر، انا بشكر حضرتك جدا، دايما بتفيدنا الحقيقه في اللوايح. خليني اروح بقى اشوف قانونيه ما ينشر، لانه الموضوع ده خد بالك بيخش فيه يعني انا هو شايف المواقع اهو هوريكم. مصادر مقربه من بنتايج بتنفي محمود بنتايج لم يتعاطى اي امور
قريبه حتى من المنشطات او لها علاقه بهذا الامر نهائيا. كل الامور التي تشير الى هذا الامر في الوقت الحالي غير صحيح بصوره نهائيه، واللاعب خضع بالفعل لعينه ولكن لم يتم ابلاغه باي شيء خاص بالنتيجه. فيتو بيقول مصدر يكشف حقيقه ايجابيه عينه محمود بن تايك، وجوه الموضوع او الخبر بينفي تماما كل ما يتردد عن ايجابيه عينه محمود بن تايك. زي ما احنا شايفين. خلينا نشوف المستشار محمد رشوان المحامي الكبير كيف يتم التعامل مع ما ينشر من الناحيه القانونيه. استاذ رشوان مساء الفل. استاذ محمد مساء الخير، بمسي على حضرتك وعلى كل مشاهدينك والقناه كلها. اهلا وسهلا بحضرتك، مساء الخير يا فندم. اهلا بك يا سياده المستشار. الحقيقه انا استمعت للمداخله مع المهندس عامر، وكانت مداخله جميله جدا، لكن خليني بس هضيف عليها جزئيه يمكن توضح لك الامر اكتر. المعيار بتاع القصه دي يا استاذ محمد عشان الناس تفهم هو معيار العلم. معيار العلم يعني ايوه، عشان بس بمعنى ايه بقى؟ اشرح لك الحته القانونيه اللي كنت بتتكلم فيها باختصار شديد. يعني مساله لعيب واحد او 2 لعيبه او 3 لعيبه، لجان المنشطات او هيئه مكافحه المنشطات امتى بيحصل ادانه للنادي؟ اذا كان عنده علم يا استاذ محمد. هنا الركيزه الاساسيه. عشان كده افترضوا انه 3 لعيبه يعتبر دليل قاطع على علم النادي. عشان الحته دي كنت حضرتك تسال فيها ومحتاجه شرح. امتى؟ طب اشرحها لي تاني دي بعد اذنك. بص يا فندم، انا النهارده لما يكون عندي لعيب حصل فيه منشطات او عينه ايجابيه او بيتحمل نتيجتها اللعيب، الا في حاله الاعفاء الطبي اللي حضرتك اتكلمت عنها زي موضوع بركات زمان، وده بيبقى بالتنسيق، وبيبقى اللعيب على فكره مبلغ بهذا الامر، وبيبقى خاضع لنظام المراقبه الخاص بيه، وكلنا بنبقى عارفين، وكل الدنيا تبقى عارفه، بقى مبلغ مسبقا واللي كاف عارف والدنيا كلها. غير الحاله دي اللعيب بيتحمل تبعه تناوله المنشطات. كويس. طيب امتى النادي يتحمل؟ يعني امتى نقول بقى انه ممكن نسحب بقى بطوله من النادي، او القصه اللي جنابك بتسال فيها او الاعلام بيسال فيها؟ امتى؟ خدها قولا واحدا وقاعده عريضه: اذا ثبت علم النادي واشتراكه. يعني هي القصه مش قصه 1 أو 2 أو 3، لا. هل النادي عنده علم وعنده اشتراك في مساله انه اللاعب يتناول المنشطات بعلمه وبمعرفته؟ يبقى هنا النادي فيه ادانه للنادي. القصه تدق امتى او بتوضح امتى؟ زي ما قال الباشمهندس عامر، زي ما حضرتك بتتكلم، انه الفيفا حطت معيار اذا 3 لعيبه. 3 لعيبه دي معناها انه 100% النادي عنده علم. طب هنا ذكر، تقدر، انا قصدي ذكر اسم بن تايك النهارده في كل المواقع وتقريبا في السوشيال ميديا. هل بيبقى له حقوق قانونيه؟ طبعا. طبعا. يعني زي القصه بالظبط بتاعت رمضان صبحي ورئيس اتحاد الكوره جمال علام. نفس القصه، لانه لو تفتكر حضرتك وده رجعت بالتاريخ هتلاقي انه لما الخبر اتذاع اتقال انه احد اللاعبين المهمين، وبعدين طلع رئيس اتحاد الكوره هو اللي صرح وقال رمضان صبحي. ساعتها رمضان صبحي قال. فانا النهارده من حقوق الناس انه ما ينفعش اشاعه اخبار كاذبه، او ان انا اتهم اوجه لحد اتهام بهذا الشكل دون ادله ودون ما يكون فيه لا عليك يا اخي. عجبك الفيديو تبخل على باللايك والاشتراك وتفعل الجرس وخلي المدة بيها صلاه على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اذا عجبك الفيديو تبخل على باللايك، ما عجبكش الفيديو برضو اوعى تبخل على باللايك. واهم حاجه من اي حاجه الصلاه على الحبيب، الصلاه على الحبيب، الصلاه على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قصه وحكايه. اعاده مباراه السوبر يا ابو السيد يعني، وتجريد نادي الزمالك من السوبر يا ابو السيد. بص يا باشا، في ناس طلعت اتكلمت وقالت لك ايه؟ المباراه هتتعاد لو لاعب واحد، لا ده لازم 2 لعيبه، لا ده لازم 3 لعيبه، لا اصل الزمالك كده هتعاقب عقوبات، بس المباراه مش هتتعاد او مش هيتم تجريد الزمالك او سحب السوبر من الزمالك والكلام ده كله. فانا جايب لك الزتونه قوي كمان. الماده او حسب نص الوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات والعقوبات، ماشي يا سيدي؟ بتقول لك يا سيدي، بتقول لك ان الماده 11 من الباب الاول في حاله وجود اكثر من عضو في الفريق الرياضيه الجماعيه انتهاك قواعد مكافحه المنشطات، فانها بموجب الماده السابعه فيما يتعلق فيما حدث سيتم اجراء اختبارات للاعبين.
تاني سيتم اجراء اختبارات للاعبين، هتعمل اللاعبين كلهم. طيب البند الثاني الماده 11 برضه، اذا تبين وجود اكثر من عضو في فرقه واحده، يعني 2 3 4 ماشي يا سيدي، وارتكب انتهاك لقواعد المنشطات خلال الحدث او خلال المباراه، فان الهيئه الحاكمه اللي هو مين؟ الاتحاد الافريقي سيقرر عقوبات على الفريق او عقوبه على الفريق، اما خساره المباراه او اما خساره النقاط الاثنين واحد يعني، او اما الاستعداد من المنافسات الافريقيه اللي هو طبعا اللي هو الجهه الحاكمه او الهيئه الحاكمه اللي هي طبعا الاتحاد الافريقي، غير العقوبات على اللعيبه اللي تم انتهاك القواعد المنشطات، اللي ارتكبوا انتهاك قواعد المنشطات. الاتحاد الافريقي لغايه دلوقتي ما اعلنش اي حاجه، لا مش ما اعلنش كام حاله. الاتحاد الافريقي لغايه دلوقتي ما اعلنش كام حاله. انا بطالب النادي الاهلي، يا نادي يا اهلي، يا كابتن محمود، يا كابتن محمود، بعد اذن حضرتك لو الاتحاد الافريقي قال لك في بس واحد، لا انت تطلب بعمل اختبار منشطات لاعبي نادي الزمالك ال 23 لاعب اللي كان موجود في الرياض. خد بالك ان محمد صبحي خرج علشان خاطر المنشطات، وما خفي كان اعظم. نادي الزمالك ما بيقولش الحقيقه، نادي الزمالك بيكذب وببنزة. في عندنا بص يعني معلش يعني، وابو بنزة كتب العقد وانا طلعت قلت لك ده اتفاق والبطاقه ومش البطاقه والحكايه، وطلعوا كدابين. انا بقول لك مفيش منشطات، يطلعوا يقولوا زي ما يقولوا. على الكابتن محمود الخطيب ياخد باله، لو ثبت واحد ان هو واخد منشطات، لا يا باشا اعمل لي على حتى لو تدفع من جيبك، اعمل لي على الفرقه كلها، اعمل لي على الفرقه كلها. بن طايق ووكيله بيقول لك يا عم الحاج ان دي اشاعات مغرضه، والهدف منها تدمير اللاعب، وسوف نتخذ الاجراءات القانونيه. يا باشا براحتك اللي انت عايز تعمله، طالما انت واثق ان اللاعب بتاعك نظيف، مع السلامه، اسلك وروح للقنوات القانونيه كلها، اي اجراء قانوني اتخذه طالما انت واثق في اللاعب بتاعك. بس يا رب ما يكونش كلام في الهوا. لا عليك يا اخي، اذا عجبك الفيديو ما تبخلش باللايك والاشتراك وتفعل الجرس، واهم حاجه من اي حاجه صلاه على الحبيب، صلاه على الحبيب، صلاه على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.